بص يا سيدي، انا جاي النهارده اكلمك كده راجل لراجل عشان نبقى فاهمين احنا هنمشي ازاي الفتره الجايه. لو انت جرافيك ديزاينر وداخل مجال الجرافيك عشان خاطر عايز تنجح فيه وعايز تحقق ربح ودخل، لازم تكون ملتزم كده بحاجات اساسيه. يعني مثلا مفيش حاجه اسمها تقعد طول اليوم تعمل تصميم، يعني ده مرفوض. مفيش حاجه اسمها تقعد يوم كامل تعمل في ديزاين واحد. انا عارف ان في ناس بتقعد اسبوع تعمل في ديزاين واحد، فالكلام ده ما ينفعش. لو احنا هنتكلم بشكل مبدئي وانت راجل كسلان قوي ومش قادر تعمل، فبنقول ان احنا مثلا في اليوم عندنا 8 ساعات شغل. ده يعتبر الحد الطبيعي مثلا من الشغل. لو عندنا 8 ساعات شغل، وكمان عشان انت في البدايه المفروض انت بتزود، يعني احنا بنقول كده يعني مثلا ان احنا هنشتغل 8 ساعات. لو عندنا 8 ساعات، اقل حاجه عايز اطلع 3 تصميمات. يعني ده اقل حاجه، على فكره ده اصلا اقل من المتوسط المطلوب في سوق العمل. يعني احنا مثلا لو بنتكلم في سوق العمل وبنتكلم كبزنس وكشغل، طبعا مش بقول لك ان انت اعمل تصميمات واو وحاجات ابداعيه، انا عايز نتائج عشان تعرف تشتغل مع عملاء وتشتغل في شركات. لو انت هتعمل في اليوم اقل من 3 تصميمات، يبقى انت كده يعني مش جايب همك، يعني فاهم؟ فانت مش جايب همك لو شغال في شركه. وبرضه لو انت شغال كفريلانس او كده، ممكن يجيب معاك نتائج حلوه لو انت شغلك قوي قوي وانت مخضرم في عمليه الفريلانس، ويعني عارف سكتك رايحه فين. لكن لو انت مش عارف وعمال كل يوم تشتغل تعمل لي تصميم واحد او تصميمين وتنام عليهم، فالكلام ده مش هيوصلك لحاجه. فانا شايف ان انت اقل حاجه في اليوم تعمل 3 تصميمات. لو انت عايز تبقى في المتوسط بتاع سوق العمل، فاحنا محتاجين 6 تصميمات في اليوم. يعني انت ركز ان انت توصل ان انت تبقى بتعمل 6 تصميمات في اليوم. مش بقول لك ان هي تصميمات رائعه، بس تعمل تصميمات في مستوى محترم ما فيهاش اخطاء تنفيذيه. اهم حاجه يا جماعه نركز على الاخطاء التنفيذيه. طبعا الجزء الابداعي مهم جدا 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 وانا بهتم بيه جدا، بس الاخطاء التنفيذيه هي الاساس في سوق العمل. يعني مفيش حاجه اسمها غلطه ابداعيه، في حاجه اسمها غلطه تنفيذيه. فركز قوي مهما كان تخصصك. لو طباعه خد بالك من الاخطاء التنفيذيه الخاصه بالطباعه، ولو سوشيال ميديا خد بالك من الاخطاء التنفيذيه الخاصه بالسوشيال ميديا، او ايا كان المجال اللي انت شغال فيه. فركز في اخطاء التنفيذيه، وركز ان انت تكون سريع واحفظ اختصارات عشان تعرف تعمل اللي انا بقوله لك ده. لان انت في البدايه بتبقى فاكر ان الاختصارات ملهاش لازمه، بس بعدين ومع الوقت ولو قعدت مع حد محترف هتعرف قد ايه الاختصارات دي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا. يا رب تكون الحلقة دي فوهتك كده. فأنا بحاول أكلمك في الكلام ده عشان عايزك تبعد عن الزون الخاصة بالمرقعة، إن أنت تقعد تشتغل طول اليوم في تصميم واحد وإيدك على خدك. ده الكلام ده مش هينفعك. وركز واتعب في البداية، وإن شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك ده هدر، وهتوصل وتحقق كل اللي أنت عايزه. يا رب تكون النصيحة دي جات لك في وقتها، ويا رب تفرق معاك. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.